كان في مثل زمان بنسمعه من الناس الاكثر خبره في السواقه، ودايما كانوا يقولوا لنا ان انت حتى لو بتسوق كويس فانت برضه سواق طاره. طب يعني ايه سواق طاره؟ يقول لك سواق طاره يعني انت بتعرف تسوق تتحرك وتمشي بالعربيه، بس ما تعرفش معلومات عنها خالص. لو حصل مشكله في العربيه فانت مش هتعرف تحلها. لو حصل حاجه والعربيه عطلت منك في مكان معين فانت هتقعد جنبها ومش هتعرف تتصرف خالص. انت حتى ما عندكش معلومات عن الاجزاء بتاعه العربيه. انت مش عارف العداد ده بيعمل ايه كويس. انت مش عارف لمبه الاعطال دي لو نورت فهي بتقول لك ايه، الكمبيوتر بتاع العربيه قصده ايه من اللمبه دي، او المفروض حتى تروح بيها لمين. فعشان كده انا جاي اعمل لكم سلسله فيديوهات كامله عن الاجزاء الميكانيكيه والعدادات بتاعه العربيه والحاجات اللي ممكن تحصل معاك في الطريق وانت ماشي. حتى لو في حاجات انا مش هعرف اتصرف فيها بايدي، بس على الاقل يبقى عندي فكره وعندي معلومات عنها، واعرف اودي العربيه لمين كويس، عشان في الاخر ما يضحكش عليا ويتقال لي انت سواق طاره. من غير ما اكتر عليكم كتير في الكلام، تعالوا مع بعض نبدا ونشوف احنا ايه الحاجات اللي هنعرفها النهارده. مبدئيا احنا هنبدا بالعدادات بتاعه العربيه. دايما لما باجي ابص في التابلو بتاع العربيه بشوف قدامي 4 عدادات، وهم اولهم عداد البنزين، وبعد كده عندي عداد الحراره. وخلي بالكم من عداد الحراره ده كويس جدا عشان ده يعتبر اهم عداد عندنا في العربيه. وبعد كده بيبقى عندي عداد السرعه الكبير اللي بيبقى واخد معظم التابلو، وبعديهم بيبقى عندي عداد الار بي ام اللي بيبقى اصغر من عداد السرعه بشويه صغيرين. هنعرف كل عداد النهارده وكل وظيفه ليه، عشان لما ابص في التابلو واشوف العدادات دي ابقى عارف كويس جدا العدادات دي بتعمل ايه. اول عداد عندنا وهو عداد البنزين. طبعا من اسمه عداد البنزين بيحسب لي مؤشر البنزين وبيعرفني العربيه فيها بنزين قد ايه. العداد ده في عربيات بيبقى متقسم 4 ارباع وفي عربيات بيبقى متقسم بالنص. فانا عندي في عداد البنزين بيبقى دايما فيه من فوق حرف الاف اللي هو معناه فول تانك، ومن تحت بيبقى فيه حرف الاي اللي هو امتي. غالبا معظم العربيات بتاعتنا بيبقى التانك بتاعها حوالي 40 لتر. يعني معنى كده ان العربيه لو نزلت عند ربع التانك يبقى كده بقى 10 لتر خلصوا منها، لو نزلت عند النص يبقى 20 لتر خلصوا منها، وهكذا. تعال اقول لك بقى احنا بنحسبها ازاي اصلا. احنا دلوقتي مثلا لو انا رايح من اسكندريه للقاهره، فانا عارف ان من اسكندريه للقاهره حوالي 200 كيلو. ال 200 كيلو دول ياخدوا مني قد ايه بنزين؟ بنقول ان تقريبا كل 10 كيلو بياخدوا لتر بنزين، ده في متوسط العربيات. يعني معنى كده ان انا لو رايح من اسكندريه للقاهره يبقى انا عايز 20 لتر، يعني انا عايز نص التانك بتاع العربيه بتاعتي يقدر يوديني القاهره والنص الثاني يقدر يرجعني. يبقى انا بمعنى كده ان انا لو فولت العربيه كويس جدا من اسكندريه وانا رايح القاهره، فالعربيه هتوديني وهترجعني بتانك كامل. يبقى انا جيت لما وصلت القاهره لقيت العربيه خدت 3 ارباع التانك، يبقى هنا حصل مشكله عندي في العربيه ادت ان العربيه بتستهلك بنزين ازيد من الطبيعي، فلازم اوديها لحد يكشف عليه. فانا عرفت ان العربيه هنا فيها مشكله بناء على ايه؟ بناء على الحسبه اللي احنا حسبناها مع بعض، ان كل 10 كيلو المفروض بيسحبوا لتر واحد بنزين، وده في متوسط العربيات. فلما العربيه سحبت بنزين اكتر من كده عرفت ان العربيه فيها مشكله ومحتاج ان انا اوديها لحد يكشف عليها ويبص على العربيه ويعرف ايه المشكله اللي فيها. فده انا ما عرفتوش غير لما عرفت عداد البنزين المتوسط بتاعه كام لتر في كام كيلو. اخر حاجه عندي في عداد البنزين وهو ان لو لمبه البنزين نورت عندي، لمبه البنزين بتاعه العربيه نورت عندنا، فمعنى كده ان العربيه البنزين اللي فيها كله خلص وماشيه على التانك الاحتياطي. العربيات بيبقى فيها تانك احتياطي بيبقى غالبا فيه حوالي 5 لتر. التانك الاحتياطي ده لو اللمبه بتاعه البنزين نورت يبقى المفروض ان انا امشي بالعربيه على ال5 لتر دول. احنا قلنا من شويه ان انا لو ماشي على طريق سريع فمتوسط سحب البنزين بيبقى كل 10 كيلو العربيه بتسحب لتر، يعني 5 لتر دول المفروض ان هم هيمشيني حوالي 50 كيلو. يبقى انا قبل 50 كيلو المفروض ان لو لمبه البنزين دي نورت عندي ان انا اجري بسرعه وادور على اقرب بنزينه واحط منها، عشان انا لو ما عملتش كده واستنفذت ال 50 كيلو اللي انا همشيهم بالعربيه، العربيه هتشطب بنزين وهتقف منك وساعتها مش هتقدر تتحرك بالعربيه خالص.